السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله عملت لكم روتين الغدا بتاعنا، وصفة جميلة لذيذة، سمك السنجاري، يعني من ألذ الوصفات بالنسبة لي يعني في السمك. هنقول بسم الله ونبدأ. جبنا سمك بوري وانا منضفاه عند الراجل بينضف، مش انا اللي منضفاه في البيت. هتقولي له نضفه تنظيف سنجاري. لو هتنضفيه في البيت طبعا هتشيل القشر وكده وتفتحيه من الظهر. هنعمل الخلطة بتاع التتبيلة. هنحط 10 فصوص توم وقرن فلفل رومي وطماطميتين وشوية كزبرة خضراء. ممكن تحطي كزبرة ناشفة، بس الكزبرة الخضراء بتبقى طعمها احلى. وحطيت شوية خل. انا بقى في حاجة مهمة ونسيتها، بس انا رجعت حطيتها في الاخر قبل ما ادخل الفرن. المفروض كنت احط معاهم عصير كام ليمونة كده، بس انا نسيت خالص. كانت بنتي بتزن جنبي، فلما جيت ادخله الفرن قمت عصر عليه الليمون من فوق. هنضرب التتبيله كويس لحد ما تبقى ناعمه كده. التتبيله دي طعمها حلو جدا، وهتدي اللحمه كده طراوه قوي، يعني لحمه البوري كده هتلاقيها طريه ومش ناشفه. هننزل بمعلقه صلصه كبيره، صلصه معلبه، وهننزل بقى بالبهارات. هنحط كمون، عايزه تحطي كزبره ناشفه تاني تمام. نحط ملح وبهارات سمك، وايه تاني، اللهم صل على النبي، شويه بابريكا حمراء. بابريكا حمراء عاديه جدا مش المدخنه. ونديله تقليبه. شايفين لونها ما شاء الله حلو قوي. وشويه زيت كده عشان الزيت بيدي طراوه برضو. تقدري تعملي الوصفه دي في سمك بولتي، في سمك اللي هو المكاريل، في اي نوع سمك انت حباه، مش لازم بوري. هنعمل بقى الفرشه اللي تحت السمك. هقطع بصل وطماطم، حابه تحطي فلفل تمام، بس انا كنت استكفيت بالفلفل كده. الولاد لما بيشوفوا الفلفل يعني بيفكروا ان هو حامي، فمش بيرضوا ياكلوا خالص. هنقطع الطماطم مكعبات كده. عايزه اقول لكم يعني وصفه السمك لما تطلع من حد من دمياط يبقى اتاكدوا ان هي خطيره. هننزل في الطبق، وهنقطع شويه كزبره خضراء. لو في شبت تمام، الشبت برضو بينقلها نقله تانية خالص. هنحط بقى معلقتين 3 كده من الخلطه اللي احنا عاملينها، واديلها تقليبه. هنجيب بقى ورق فويل وتوقفيها بالطول كده مش بالعرض، وهتعملي بقى قارب. هتفضلي داخله من الجنبين كده، وبعد كده اللي هما الطرفين دول تلفيهم حلو، وتتنيها من فوق كده كأنها قارب كده. طبعا انتوا عارفين العين بتاكل قبل الفم وكده، فلازم الحاجة تبقى مظهرها حلو وشكلها حلو، وتحسسي بنتك كده وولادك وجوزك ان انت يعني عامله اكل مطاعم بقى، واوعى وشك يعني. المهم هنحط شويه زيت صغيرين كده. شويه الزيت الصغيرين دول بيخلوا السمكه ما تمسكش في الورقه، وبيدولها تحميره كده ولون حلو من تحت. جبت الصاجه اللي انا هحط فيها، بعدين هفرش شويه خضار زي ما انتوا شايفين. الخضار ده يعني اتوصي، لان الخضار ده بصراحه بيبقى طعمه حلو قوي. لما تاخدي حته سمكه كده مع شويه الخضار، يا لهوي على الجمال. بصراحه كانت حلوه، كانت حلوه قوي كمان. هننزل بالسمكه بقى زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين ننزل بالخلطه، معلقتين كده من الخلطه عليها، وتفرديها كويس ان كل مكان يتغطى بالخلطه دي. ما شاء الله هي الخلطه حمرا كده فبتغير لون السمك. برضو الخلطه دي مع الاكل كده وانتي نازله بيها على الرز كده، يا لهوي على الجمال. خلصت هنا السمك، واحط الصاجه في التلاجة عشان يتبل شويه كده. بعد كده نبقى ندخله الفرن على درجه حراره كام مش عارفه، اعلى درجه حراره عندك. هو السمك يعني ملوش درجه حراره معينه.
نعمل بقى شويه رز صياديه كده اللي قلبكم يحبهم، شويه رز عظمه حرفيا. هنسخن شويه الزيت وننزل ببصله ونحط شويه سكر صغيرين، نص معلقه كده، ونكرمل البصل بقى. ايدك في البصل عشان ما يتحرقش واحده وواحده، تلاقي واحده اتحرقت والتانية لسه ذهبي والتالتة لسه بيضه، لا ايدك فيه كده تقلبيه على طول. طبعا واحنا بنعمل البصل هنكون بنغلي ميه، لان زي ما انتوا عارفين الرز ما ينزلش عليه غير ميه مغليه تفلفل الرزايه كده. طبعا في الوقت اللي احنا بنقلب فيه تقدري بقى تقدمي معاهم سلطة وسلطة طحينة، تقدري تعملي اي انواع من السلطات يعني. خدي بالك بقى في المرحلة دي، خدي بالك ان البصلة قربت ان هي يعني ايه تتحرق، يعني احنا محتاجين نحمرها بس ما تتحرقش. هنا بقى نزلت بشوية المية السخنين، عايزة اقول لكم ان انا بحب احط فيه جدا نص عود قرفة وفصين حبهان، لو مش حابة عادي، بس هما بيدوا طعم حلو قوي. اسيب المية تغلي كمان شوية على النار، عفوا لسه صاحي من النوم. المهم هننزل بالرز، وبعدين نظبط الملح، ومش بحط معاه اي بهارات تانية ولا اي حاجة تانية، يدوب بس هتظبطي الملح وتهدي وسوري تقفلي الغطا وتسيبي النار عالية شوية لحد ما يقلب، وبعد كده تهدي عليه النار. ما بياخدش وقت خالص، يعني حاجة حلوة جدا ان المية تكون مغلية، ما بتخليش الرز ياخد وقت كبير خالص. شايفين السمك ما شاء الله طلع، شايفين لون الرز البني الحلو ده. وعايزه اقول لكم ان انا حطيت شريحتين ليمون بقى بعد ما عصرت الليمون عليه في الاخر. اظن الوصفه حلوه جدا، وانا شرحت لكم كل تفصيله خالص، يعني اكيد هستاهل منكم لايك. واللي اول مره يشوف قناتي يا ريت تنوروني وتعملوا لي سبسكرايب، وقولوا لي رايكم في الكومنتات. مع السلامه.